السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، متتبعي قناة رندا أم سيف وعمران. نتمنى تكونوا بألف خير ومرحبا بكم في فيديو جديد حول نصائح مهمة باش تخدمي الراندر الحصيرة بإتقان واحترافية، خصوصا إذا كانت الحصيرة غادي تكون ما مطروزة ما والو، غادي تكون خاوية. ضروري ما خاص يكون كلشي فيها متقون، لا من الغرز اللي كيضربوا في الثوب، لا من إخفاء الخيط الى سال وسط الخدمه. لهذا غادي نشارك معكم بعض النصائح في هذا الفيديو، نتمنى تنال اعجابكم. يلا نبداو على بركه الله. اول حاجه كنردوا بالنا الحرير، كنقلبوا على الجوده ديالو. الحرير ما كيكونش فيه ماركات ولا الاسماء، كتكون غير الجوده ديالو. خاصك تقلب الحرير واش على 8 الشعرات ولا 6 الشعرات ولا 4 الشعرات ولا 2 الشعرات. واخا هكاك خاصنا نحضيو معاه، حيت واخا ناخذوا الحرير على 4 الشعرات وناخذوا منه 3 الشعرات ونبرموه ونخدموا بهم الرانده، بعض المرات واخا كنبرمو على 3 الشعرات كيجي غليظ، كيبان بحال مبروم على 4 الشعرات. لهذا ضروري خاص الحرير نقلبوه يكون ما كيتشنتفش وما كيكونش كيتقطع. ضروري من ناخذوا صابره ولا البوبينه من عند مول الحرير نقلبوها مزيان واش كتشنتف، ونتيريو الخيط نشوفوا واش كيتقطع. وضروري تحضيو معاه، حيت لما كانش الحرير جوده ما غاديش يطلع لكم الرانده ديالتكم زوينه، خصوصا الحصيره. ضروري الحصيره خاص يكون الحرير ديالها يجي رقيق، ومن الاحسن كنفضل انه الحرير ديال الحصيره ما يتخدمش على 3 الشعرات، يتخدم على 2 الشعرات. كتجي الخدمه فيه متقونه وراقيه، وكيجي الخدمه نازله. تاني حاجه كنردوا بالنا الغرز تاع الرانده ديالنا خاص يكونوا متساويين ويكونوا فحال فحال، قد ما يكونوش مختلفين في الغرزه، تكون غرزه مرخوفه وغرزه مزيره، لا خاص يكونوا عبار واحد. وحتى الغرزات اللي كنضربوا في الثوب خاص يكون متساويين، ولا كان الثوب عندنا غليظ نضربوا الغرزه غير بشويه في الثوب، ما ندخلوش بزاف، خصوصا الا مكناش غادي نديروا الضرس في جنب نص طوق. ضروري يكونوا الغرز مقادين ومتساويين. وانا بصراحه كنفضل الضرس في نص الطوق، كيجي رائع وكيضيف لمسه زوينه على نص الطوق ديالنا، على الموديل اللي درنا. الصراحه انا كنفضل، انا في كاع الخدمات اللي كندير فيهم الضرس في الجناب، كيجي زوين وكيجي رائع. كيعطي لمسه زوينه للخدمه ديالنا اللي درنا. واهم حاجه في الحصيره خاص الخيط لا سال لينا ندفنوه في الثوب، من ندفنوش وسط الخدمه. ولا قدر الله تقطع لينا الخيط واضطرينا اننا ندفنوه وسط الخدمه، كنشدوا الخيط اللي تقطع لينا كنفرقوه على جوج، كيولي فرقوه على جوج كتولي شعره وشعره. كنا البلاص لكنا طالعين كندفنوا نص طرف واحد من هذاك الخيط اللي قسمنا كنطلعوا به، ولا لكنا هابطين كنهبطوا به، وكنخليو الطرف الثاني حتى كنرجعوا فيه، عاد كندفنوه. كنفرقوا الخيط على جوج، كل واحد كيكون كيشوف في الطرف، وكيجي مدفون مزيان في الرانده، وما كيخلينا حتى شي عيب، ما كيخليش لنا الامواج بحال هكا كيبانوا في الحصيره. وخصوصا الحصيره كتكون حساسه بزاف، حيت ما كتكون فيها لا طرزه فوقها لا حتى شي حاجه اللي تقدر تخبي شي عيب غيبان لينا فيها. الحصيره ضروري كيبانوا فيها الديفوات، لما حضيتيش معاها وما خدمتيهاش باتقان ضروري كيبانوا فيها الديفوات. ومن الاحسن الا تقطع الخيط لا قدر الله، كنفضل انا واللي كندير انا دائما كنرجع نحل دوك الغرز اللي خدمت، وكنقرب الخيط للثوب وكندفنو في الثوب، باش ضروري تجيني خدمه متقونه. والخدمه والبياسه لا طلعت راقيه وزوينه، كنفرح وكنرتاح وكندير مجهود اخر، وكنولي نبدع في الرانده ديالي. واخر حاجه البريم ديال الحرير ما خاصوش يكون مبروم بزاف، حنا كنخدموا فيه هو كيتبرم لينا، لا خاصنا نكون مرخوف شويه، باش هذيك الرخفه ديال الحرير كتخلي ديك اللمعه ديال الحرير كتطلع الرانده ديالنا ضارب فيها الضوء، كيجي فيها داك الشعه ديالها كتجي زوينه وكتجي راقيه. نتمنى ينال اعجابكم هاد النصائح ديالي ويفيدوكم. وما نساوش الفينيسيون ديالنا فاش نكونوا كنخدموا، من نخليوش الخيوط اللي كيكونوا شيطان لينا في الخدمه حتى الاخر ونقطعوهم، لا نكونوا كنخدموا حنا كنخدموا وكنفينيو باش ما تزادش علينا الخدمه. وفاش نساليو نلقاو راسنا مهنيين من الفينيسيون. نخليكم بعض الصور من راندة الحصيره باشكال ديالها والانواع ديالها. نتمنى تنال اعجابكم، ونتلاقاو في فيديو جديد في امان الله.